وتتوالى الابتلاءات. بنعيش ونشوف ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء لحد ما بينتج من الابتلاءات دي شخصية قوية ما بتتأثرش بتوافه الأمور. الخبطة الصغيرة اللي كانت بتخلينا نعيط واحنا صغيرين، نفس الخبطة دي لما بنتخبطها واحنا كبار بنقعد نضحك. الشخص اللي كنا فاكرين انه سبب شقائنا وانه بيتعبنا وبيزعجنا، بنكتشف بعد كده انه سبب سعادتنا وقوتنا. واللي كنت مفكره سبب سعادتك بتكتشف انه سبب ضياعك. ياما اصدقاء انقلبوا اعداء، وياما اعداء اصبحوا اصدقاء. لما كان ابوك يأمرك وينهيك ويعاقبك كنت تفتكره بيضطهدك بيكرهك. كنت تقعد مع اي حد، انا ابويا بيعمل فيا وبيسوي. وكنت تحب تقعد قوي مع اصحابك، تحبي قوي تحكي مع صحابك البنات لانهم مش بيعلقولك على حاجه. لو شافوكي على غلط هيشاركوكي، وتتهربي من اهلك عشان ما ينصحوكيش ويعرفوكي الصح من الغلط. لكن لما بتكبري بتكتشفي ان كل كلمه قالوها لك كانت صح، وان كل نصيحه نصحوها لك كان عندهم حق فيها، وان انزعاجك من كلامهم وزعلك من اللي ابوكي كان بيقوله ومامتك كانت بتعمله كنت غلطانه لما كنت فاكراهم بيكرهوكي او بيتعبوكي، وهم في الحقيقه بيعلموكي وبيربوكي وبيقوموكي. الكلام ده بتعرفيه لما تكبري وتتجوزي وتخلفي وعيالك يبقوا كبار. هتلاقي نفسك بتكرري نفس اللي امك وابوكي كانوا بيقولوه لك وانت صغيره، واللي كنت بترفضيه زمان. والاصدقاء اللي كنت بتقضي معاهم كل وقتك وتحكي معاهم كل حكاويكي وحياتك واسرارك، مع الوقت بتكتشفي ان منهم الخاين، المنافق، اللي بيفضحك، اللي بيسخر منك وبيتكلم عليكي من وراكي، اللي عارفك عشان مصلحته. ازاي ده انا كنت بحبهم، ده انا كنت فاكراهم بسطني وقعدتهم كانت جميله ورايحين جايين نتفسح سوا وبنقضي كل الوقت معاهم. لا، ما بتتحسبش كده. كنت موهومه. كل ما العمر بيمر بينا ومواقف الحياه بتكتر والناس بتتتابع علينا وبتتغير اشكال والوان في حياتنا، بنكتسب نضج وخبره وجرأة وفهم للامور واكتشاف للحقائق. فنقول الحمد لله على السراء والضراء. الحمد لله على الحاجه اللي كنا فاكرينها بتضرنا لكن اتعلمنا منها واستفدنا منها، والحمد لله على الحاجه اللي كنا فاكرينها بتنفعنا واكتشفنا ان احنا كنا مخدوعين فيها، فتعلمنا ان احنا ما نتخدعش تاني. كنت معاكم كنزي زهرة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.